ازيكم؟ هعمل معاكم النهارده طاجن المكرونه اللي بيتباع في محلات الكشري. بطريقه تحفه قوي، ريحته رهيبه وطعمه جميل. معمول في البيت، انت ضامنه عامله ايه لولادك، وفي نفس الوقت طريقه التسويه المظبوطه، وازاي يطلع معاكي المكرونه لونها احمر ومستوي. ولو مش حابه تحطيه في الفرن هقولك على طريقه تسويه ممتازه ليه. يعني في المجمل كده الوصفه دي للشتاء حاجه كده تحفه. تعمليها لولادك في البيت، مش هتبطلي تعمليه ان شاء الله بالطريقه دي. زي ما انت شايفه شكله طالع تحفه. قبل ما نبتدي ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقه على طول. اول حاجه هحتاج ان انا اعصج اللحمه بتاعتي، ففي طاسه عندي على النار حطيت بصلتين متوسطين. اهم حاجه ان انا اكون ضربهم في الكبه عشان البصل يكون معايا ناعم قوي. وانا هعمل نص كيلو من اللحمه المفرومه. هعمل طاجن واحد نص كيلو من المكرونه، فكميه اللحمه المفرومه دي هتكون كتيره، ممكن تعملك اتنين من الطاجن حجم كبير، او كيلو من المكرونه. فنزلت بالبصله بتاعتي، وبعدين نزلت باللحمه المفرومه، عندي كانت مجمده شويه. فضلت اقلب فيها على النار لحد ما اللحمه التجميده بتاعتها راحت. ابتدي ابهرها بقى شويه ملح، شويه فلفل اسود، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، وربع معلقه صغيره من القرفه، ودي مهمه جدا اللي بتديكي نفس الريحه بتاعه الطواجن بتاعه بره. فضلت اقلب فيهم طبعا على نار هاديه عشان اللحمه تستوي معايا لحد ما اللحمه تدخل معايا في التسويه. وحطيت قرنين كبار من الفلفل الرومي قبل ما اقفل اوطفي على اللحمه بحوالي دقيقتين كده، لان الفلفل عندي بيتهري بسرعه او بيدبل بسرعه، فمش محتاجه ان انا احطه من الاول. يعني مخدتش وقت خالص لحد ما استوت. وبعدين شلتها في نفس الطاسة او في حلة تاني، حطيت فيها شوية صغيرين كده من الزيت. هبتدي انزل ببصلاية كبيرة مبشورة، ده للنص كيلو المكرونة. تمام كده، هبتدي اقلب فيها على نار عالية لحد ما تدبل معايا كده. هقول لكم هو ده اللون اللي انا عايزه اوصل له. تتابعي البصل عشان خاطر البصل معاكي ما يتحرقش، لان لو اتحرق او لونه اغمق عن كده هتلاقي الطعم معاكي مرر. فنزلت بمعلقه صغيره مليانه من الثوم على البصل كده، وهبتدي اقلب فيها يا دوب اشم ريحه الثوم، وهبتدي انزل بالبهارات بتاعتي. تمام كده، هبتدي انزل بربع معلقه من السبع بهارات، وربع معلقه من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره مليانه، وربع معلقه صغيره من القرفه، وهنزل بمعلقه كبيره مليانه من البابريكا. ولو انتي حابه تحطي صلصه معلبه هتنزلي بمعلقتين كبار من الصلصه المعلبه، بس انا ما بحبش استخدمها ومش محتاجاها. المهم ان انا نزلت بالبهارات دي كده على النار، وقلبت فيها لحد بس ما اشم ريحه البهارات بتاعتي. وبعدين هنزل بنص كيلو من الطماطم ضربوها في الخلاط ومش متصفيه، معلقه كبيره من السكر، نص معلقه من الملح. وبعدين هقلب كويس قوي، لو محتاجه ملح هظبطها. وحطي مكعب مرقه لو انتي بتحبيه، انا حطيت مكعب من المرقه. لو مش عايزه تحطي تقدري تستغني عنه، مفيش مشكله. الصلصة عندي انا مش هخفها، يعني انا عايزة الصلصة بنفس السمك اللي انت شايفاه ده. وهقولك ليه. طبعا انا سبتها تغلي مع بعض على النار حوالي 5 دقايق عشان الصلصة او الطماطم بتاعتي تكون مستوية او دخلت في شبه تسوية ويكون طعمها حلو. هو ده سمك الصلصة بتاعتي اللي انا عاوزاه عشان يطلع لي بعد كده المكرونة لونها احمر. تمام كده، عندي مية بقى. اخر حاجة بعملها المكرونة في ميه بتغلي على النار، وهحط معلقتين كبار كده من الزيت. ما تقلقيش مش هيفك معاكي المكرونه خالص. انا بعمل المرحله دي اللي هي بتاعت سلق المكرونه، انا هسلقها حوالي 3 دقايق بالظبط، تظبطيهم على الموبايل بتاعك لسببين. اول سبب عشان تنزل عندي كميه من النشا بتاعه المكرونه، لان المكرونه بيبقى فيها نشا كتير قوي، عشان خاطر بعد كده الطاجن ما يلزقش في بعضه ويبقى كله قطعه واحده. ده رقم واحد. رقم اتنين عشان خاطر انا يعني
لو انا ما سلقتهاش هضطر ان انا اخف الصلصه بتاعتي عشان المكرونه تستوي في قلب الطاجن، فبالتالي هيطلع لونه فاتح، مش هيطلع لونه زي ما احنا بنجيبه من بره صلصته لونها احمر وصلصته قويه كده. المهم ان انا بعد 3 دقايق بالظبط شلت المكرونه بتاعتي، صفيتها وما شطفتهاش باي ميه، زي ما هي كده ببواقي النشا اللي موجوده عليها. جبت الطاجن بتاعي بقى، ده طاجن كبير بياخد حوالي نص كيلو الا حاجات بسيطه، دهنته زيت كويس جدا ونزلت ب هو خد اقل من ربع كيلو لحمه مفرومه من اللي احنا معصجينها. نزلت بالكميه، تحطي كتير تحطي قليل زي ما انتي عاوزه، وبعدين هضغط عليها كويس جدا عشان لما اجي اطلعها من القالب تطلع مع المكرونه بنفس الشكل. وبعدين هنزل بكبشتين كبار كده من الصلصه على اللحمه المفرومه. ليه بعمل كده؟ عشان المكرونه واللحمه المفرومه يبقوا واخدين يعتبر نفس اللون. كبشتين كبار بس كده. طبعا انا دقت الصلصه قبل ما احطها، واي حاجه لو محتاجه ملح بظبطها. نزلت بالمكرونه بتاعتي، طبعا المكرونه لسه سخنه اهي، ومش مغسوله ولا اي حاجه، يا دوب 3 دقايق على النار وتشيليها. هبتدي ارصها كويس جدا. الطاجن ده كبير، خد حوالي نص كيلو مكرونه الا حبه صغيرين قوي، ممكن يعملوا لك طاجن صغير. وهبتدي رصيتها، وهبتدي انزل عليها بالصلصه بتاعتي. طبعا الصلصه تقيله نسبيا، مش مخففاها عشان خاطر تطلع معاك المكرونه زي ما انت هتشوفيها في الاخر يكون لونها احمر وشاربه من التتبيله، ومش مخففاها ميه قوي، فبالتالي بتطلع لونها فاتح او بتطلع ميتها كتير يعني. هغطيها كويس جدا بالصلصه بتاعتي، وبعدين هقلبها بالسباتيولا بتاعتي بحيث اتاكد ان الصلصه يعني نزلت في المكرونه من تحت وبقت فوق زي تحت. دلوقتي بقى هدخلها الفرن. الرف اللي في النص على درجة حرارة عالية، اهم حاجة ان انت تغطي المكرونة عشان الوش ما ينشفش. وممكن تحطيها على البوتاجاز لو عندك شياطة، وتوطي البوتاجاز على اقل درجة حرارة، وتحطي الشياطة وتحطي المكرونة من فوق. وطبعا تتابعيها، بتاخد حوالي نص ساعة، وبتشيل الغطا من عليها، تاخدي واحدة كده بالشوكة، لو استوت تمام، ما استوتش بتسيبيها 5 دقايق تاني. عقبال ما المكرونه تستوي بقى هعمل عيش التوست اللي احنا بناكله في محلات الكشري بره. عندك عيش يكون شامي، ويفضل ان العيش يكون فاتح، ده كان اوريدي موجود عندي في التلاجة مش جايباه مخصوص. وهبتدي اقطعه بالمقص كده مثلثات، وفي زيت عندي على النار، زيت سخن، هبتدي انزل بالعيش الشامي بتاعي واقلبه كويس في الزيت. وخدي بالك ان هو بياخد لون، يعني في اقل من دقيقة بتلاقيه خد اللون بتاعه. تمام كده. اول ما ياخد اللون الحلو بتاعك هتطلعيه على مناديل مطبخ، ولو حابه تحطي رشه من الملح والكمون وفلفل اسود زي ما انت عايزه. انا عن نفسي يعني بشوف ان هو مش محتاج اي حاجه تاني. كان خرج عندي الطاجن من الفرن، انا سبته يبرد قصده عشان خاطر اوريكم ان هو حتى بعد ما برد وتيجي تطلعيه بالشوكه هتلاقيه برضو مفرد، ماسك نفسه كشكل، بس لو حطيتي فيه الشوكه او المعلقه هتلاقيه مفرد معاكي، مش معجن. ولو لزق معاكي شويه لحمه مفرومه من تحت ولا حاجه، بتبتدي بمعلقه تشيليهم وتحطيهم تاني على الوش، مفيش اي مشكله. اهم حاجه ان المكرونه عندي لونها يكون احمر، شاربه من التتبيله كويس قوي، وطعمها حلو وريحتها حلوه، ونفس الطعم اللي انت بتجيبيه من بره. مش هقولك افضل، لا، هو نفس الطعم ونفس الريحه اللي بتاكليه في اشهر المطاعم او في اشهر محلات الكشري بره. ريحته وطعمه تحفه جدا، جربوه بالطريقه دي، انا واثقه ان هو هيعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.